عايزه رموشك تبقى كده في 5 ايام وبس. لو فاكره ان ده كلام حقيقي اقلبي الفيديو عشان ندوش ما بتبيعش الفنكوش. بس رموشك ممكن تبقى كده في 3 شهور بس مع وصفه طبيعيه 100%. يلا بينا، قلب حلو زي قلبك، واحفظي الفيديو واوعي تنسيني بدعوه حلوه في الكومنت. تقولي ما بتحبهاش ما تنسينيهاش. ب4 زيوت بس. ابعتي الفيديو ده لنفسك على واتساب عشان التفاصيل اللي هقولها مهمه جدا عشان تشوفي النتائج اللي هي زيت جوجوبا، زيت بوز العنب، زيت حبة البركة، وزيت الأملج. هتحطي معلقة كبيرة من زيت الجوجوبا وعليهم معلقة صغيرة من بقية الزيوت اللي قلنا. مهم بقى قوي ان تكوني بتنضفي بشرتك كويس جدا. يعني ايه بتنضفي بشرتك كويس؟ يعني زيت جوز هند على قطنة امسح بيه بشرتي ان شاء الله مرة واحدة بالليل قبل ما اغسل وشي بالصابونة الطبيعية. وبعد ما اغسل وشي وانشفه اعمل الخطوة بتاعت القطنة والزيت تاني. وبعد كده تطبقي البلاند اللي عملناه بتاع الرموش اللي بيطول ويكثف ده بعد ما وشك يكون نظيف تماما. وطبعا ما تستخدميش ماسكارا في الفترة بتاعت العلاج اللي هي 3 شهور. 3 شهور بس هنهتم برموشنا ونغذيها. وادعي لي بعد 3 شهور لان مش هتحتاجي تحطي ماسكارا تاني. لو مالكيش في الوصفات انا عامله لك بلان قوي جدا، وفي طبعا اكتر من الزيوت دي بكتير، وهو منتج واحد وهينفع تطويل وتكثيف رموش وكمان تكثيف وملء حواجب. اسألي عن العرض، ولو عندك أي مشكلة في بشرتك اكتبها لي بالتفصيل في كومنت وهرد عليكي بوصف.